لو بتعاني من صداع مستمر يبقى لازم تاكل ال5 أكلات دول عشان تتخلص من الصداع. أول حاجة، لأن أهم سبب في الصداع هو إنك ما بتشربش مية كافية، يبقى لازم تاكل أكلات تعوضك عن نقص المية دي، زي الخضروات الورقية، الخس والجرجير وكمان الخيار والبطيخ، وأهمهم السبانخ واللي بنسميه قاهر الصداع، لأنها بتحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم اللي بيعمل على ارتخاء الأوعية الدموية وبيحسن الصداع، خصوصا الصداع النصفي، لأنه بيأثر على مستقبلات السيروتونين الناقلات العصبية المرتبطة بالصداع النصفي. تاني حاجة، القهوة. صحيح ان كتر شرب القهوة ممكن يزود الصداع، لكن كوب او 2 في اليوم هيقلل افراز الهستامين في الدم وهيعمل على انقباض الاوعية الدموية، فهيقلل من كمية الدم اللي رايحة المخ فيتحسن الصداع. تالت حاجة، الشطة والاكلات السبايسي، لانها بتحتوي على فيتامين اي اللي بيعمل على ارتخاء الاوعية الدموية وكمان ليه تأثير في الوقاية من الصداع. رابع حاجة، اللوز. حجم قبضة اليد من اللوز هيديك كمية من التريبتوفان اللي بتساعد في إفراز وتكوين السيروتونين، وكمان لأنه بيحتوي على المغنيسيوم اللي بيعمل ارتخاء للأوعية الدموية. خامس حاجة، فيتامين B2 اللي بيخفف الصداع وبيساعد في الوقاية منه، واللي ليه دور مهم في تكوين طاقة الخلايا، وفي الأغلب بيكون مريض الصداع النصفي عنده نقص فيتامين B2، وده بنقدر نحصل عليه من المشروم والبروكلي والسبانخ. مع ABC تغذية، اتعلم تغذية تكسب صحتك.